هتقولوا لي ايه ده؟ هقول لكم ده سان سكرين سيليت لوشن الجديد. هتقولي لي ليه ما جبتيش الجيل كريم اللي هو مخصص للبشره الدهنيه والمختلطه؟ هو بصراحه بالغلط، يعني انا طلبته ما انتبهتش ان في نوع تاني مخصص اللي هو قوامه جيل كريم. بس يعني بما اننا جبنا ده تعالوا نجربه ونشوف تاثيره، لان هو مكتوب عليه ان هو كل انواع البشره. سيليت سان سكرين انا كنت جايباه من حوالي اكتر من شهر، كان ب 250 جنيه ده اللوشن. نزل عليه طبعا دلوقتي عروض كتيره، بيوصل ل 150 و 170، وهو حجمه 50 جرام. تعالوا نشوف بيجي ازاي. هو بخاخه كده، وهم هنا مهتمين ان هم مغطين النقطه دي، وهتعرفوا ليه بجد هم مهتمين ان هم يغطوها. انا طبعا يعني بفتحها وما بخلص بقفلها تاني، يعني بحتفظ بيها. وقعت. قوام السان سكرين اهو، بصوا خفيف ازاي، ميه ميه، شوف بيتحرك بينزل ازاي، عامل زي قوام الحليب بالظبط. في نسبه عطر، بس عطر هادي مش عطر مستفز يعني. اقعد كده شويه اعمل لك وايت كاست، بس هو وانتي بتطبقيه كده تحسي ملمسه ناعم قوي. انا بسيبه كده شويه ثواني لغايه لما بيتشرب، وما بقعدش افرك فيه كتير، عشان لما بتفركي فيه كتير وانتي حاطه تحتيه مرطب هتحسي ان هو بيفرول معاكي. فهو احسن حاجه انتي حطي يا اما الصبح سيروم فيتامين سي قبليه، او لو مش عايزه تحطي حاجه ما تحطيش، يعني هيكون افضل، لان هو بيسيب زي ترطيب تقيل شويه على البشره. يعني حتى انا كنت مطبقه على بشرتي من حوالي ساعتين اهو، مع ذلك حاسه برضو ان بشرتي مترطبه مع اني مش حاطه اي مرطب خالص، ومديني الجلو اللي انتوا شايفينه على البشره ده. الجلو ما بيروحش، وكمان حاسه زي تلزيقه بسيطه، بس يعني ما فيش مشكله، مقبوله يعني. انا نقفل السداده بتاعته. في الامتصاص شويه تقيل، يعني عشان برضو عشان ما نبقاش كدابين مع بعض، امتصاصه شويه تقيل وبيقعد فتره زي ما انتم شايفين. انا بقالي ساعتين مطبقاه وما زالت في برضو اللمعه. وحاسه كده ان انا في ترطيب، يعني كاني حاطه كريم مع اني مش حاطه اي كريم خالص مرطب يعني. هما كمان بيوعدونا ان هو مقاوم للميه والعرق. انا طبعا لما خرجت اكيد عرقت، حسيت ان هو ما فصلش قوي على البشره، يعني كنت عرقانه بس طبعا ما تعمدتش ان انا اجفف بالمنديل او حاجه، فسيبته زي ما هو. فحسيت ان هو برده لسه مديني طبقه الحمايه. هو طبعا اس بي اف 50. الله اعلم طبعا، دي حاجه ترجع لمصداقيتهم هم. بس بالنسبه اللي انا شفته درجه حمايته معقوله جدا جدا. انا ما خرجتش في الشمس شديده قوي، انا خرجت يعني الشمس بتاعت الساعه 10 11 الصبح، وقت الظهريه دي والمصيف والحاجات دي. بصراحه لسه هجربها بعدين ان شاء الله برضو، وهرجع اعمل لكم فيديو تاني. وكمان بيوعدونا ان هو مش بيعمل اي طبقه بيضاء او وايت كاست زي ما انتم شفتوا، طبعا مش عامل اي وايت كاست خالص. طيب تقييمي ليه؟ هو حلو ولا لا؟ نشتريه ولا ما نشتريهوش؟ عايزه اقول لك هو كويس مش وحش يعني، كمان جميل جدا جدا للجسم، يعني على الجسم بيبقى الطف قوي. بشرتك بقى لو دهنيه قوي او هي مختلطه بتميل لدهنيه في الصيف، يمكن تحسي ان هو امتصاصه صعب شويه، تحسي ان هو سايب لك لمعه او مظهر ستيكي كده مش ظريف. لو انت طبعا مختلطه زيي هتحسي ان هو يعني الى حد ما متقبلاه يعني عادي. طبعا لو بشره جافه وعاديه هيبقى عظمه. كده الريفيو عن سان سكرين سيليت خلص. لو انت جربتيه وليكي معاه تجربه حلوه او وحشه اكتبي لنا في الكومنتات. هتظهر لكم دلوقتي الشاشه صغيره فيها كل انواع السان سكرين اللي انا جربتها، اتفرجي عليها لو عايزه، وكمان اشتركي في القناه لو عايزه كل جديد هيوصلك باستمرار، وفعلي كمان جرس الاشعارات. مع السلامه.